ازيكم يا جماعة؟ احنا بقالنا فترة ما تقابلناش. النهاردة انا جاية عشان اتكلم على موضوع مهم، وهو مهم جدا عشان احنا داخلين على موسم الشتاء، وبيبقى فيه عدوى كتير والتهاب في الأذن الوسطى، والتهاب الزور، والتهاب مفاصل، وكل القصص دي. عايزين نقول نتعامل ازاي مع الالتهابات في الجسم. ايه سبب الالتهابات اولا، وازاي نتعامل معاها بالناتشورال ميديسن. الالتهابات ان بقت متكررة فبتأدي ان هي تبقى مزمنة، ودي ستيج وحش جدا جدا. ما بنحبش ان احنا نوصل ليبقى عندنا اي التهابات مزمنة لأي سبب. طيب نعالج الالتهابات ازاي؟ هي بتيجي الالتهابات بسبب سوء العادات الغذائية، بسبب لايف ستايل، وده هنتكلم فيه كتير قوي. ولكن وجودها بيبقى سبب ارتفاع اوميجا 6 في الجسم. اوميجا 6 دي مهمة جدا، لانه لما بنتجرح فوجود اوميجا 6 في الجسم بيخلي التئام الجروح بيحصل بسرعة، وان ما حصلش التئام للجروح معنى كده ان اوميجا 6 قليل. بس لما بتزيد كمية اوميجا 6 في الجسم بتخلي الجسم ياكل في بعضه، فاحنا بنهديها. احسن حاجة تهدي اوميجا 6 هي اوميجا 3. اوميجا 3 واوميجا 6 المفروض يبقوا موجودين في الجسم بنسب معينه. يعني الجسم النسب الطبيعيه ان يكون اوميجا 3 1 لاوميجا 6 4. كل الناس اللي عملنا عليهم اكزامز لقينا اختبارات، لقينا ان النسبه من 1 ل20. يعني معنى كده ان اوميجا 6 عاليه جدا، وده اللي بيسبب يحصل التهابات في الجسم، بسايد العادات الغذائيه واللايف ستايل بتاعنا اللي مش مظبوط. طيب نعمل ايه عشان نقلل من اوميجا 6؟ نحط اوميجا 3 بنسبه عاليه قوي في الجسم، فالريشيو او النسبه بينهم تتعادل. طيب ايه الحاجات اللي نقدر نعملها تزود لنا اوميجا 3؟ اوميجا 3 غنيه جدا 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 في الاوليف اويل، زيت الزيتون. بس لازم نجيب اوليف اويل نعمل عليه اختبارات معينه. ايه يعني؟ نجيب زيت الزيتون وندوقه، ناخد كده نقطه نحطها في بقنا ونرجع لساننا ورا عند الزور. لازم نحس بحرقه هنا زي الفلفل الاسود، ونحس فيه مراره. ان ما حصلش كده يبقى زيت الزيتون ده ما فيهوش الايبوبروفين اللي بيقضي على الالتهابات. يبقى يعني هو مش مغشوش ولا حاجه، بس سواء بقى لطريقه عصر او اسلوب تخزين، فما بقاش هو زيت زيتون اللي هيقضي على نسبه الالتهابات في الجسم. تاني حاجة لازم نجيب زيت الزيتون يحرقنا خلاص. تاني حاجة في عين الجمل. عين الجمل غني جدا بأوميجا 3. لما نيجي نجيبه احنا قلنا ان المكسرات لازم تكون نية، علشان لو مش نية فهي متحمصة بتبقى الدهون اللي فيها دهون مهدرجة سيئة جدا، ولازم تكون منقوعة علشان نتخلص من الفايتيك أسيد اللي في عملية هضم المكسرات بيسلب الجسم من المعادن. فنجيب العين الجمل يكون ني وننقعه في ميه. كمان هو موجود اوميجا 3 غنية جدا في الكركم. الكركم فيه طرق كتيرة قوي عن الكركم، ان احنا نشربه او نحطه في الاكل نستخدمه بشكل يومي. بس عايزة اقول لكم على حاجة، الكركم مش بيتأكتف في الجسم الا لازم يبقى فيه عنصرين معاه. فلفل اسود نحطه بكمية قليلة، ولازم مادة دهنية سواء نباتية او مادة دهنية زبدة او كوكونات اويل او اوليف اويل. لازم احط شوية مادة دهنية، ولازم احط شوية فلفل عشان يتأكتف في الجسم. كمان هي في الشيا سيد، في حبوب الشيا وحبوب الكتان في اوميجا 3 بنسبة عالية جدا. في الافوكادو في اوميجا 3 بنسبة عالية جدا. طب ايه اللي فيه اوميجا 6 وممنوع منعا باتا يخش بيوتنا؟
الزيوت النباتيه. الزيوت النباتيه دي خلاص ما بقاش حد يستعملها any longer، وعشان كده كمان بنقول الاكل بتاع الشارع فهو بيبقى معمول بزيوت مش عارفه، زيت عباد شمس وزيت ذره وحاجات كده، دي بتعلي نسبه الاوميجا 6 جدا 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 في الجسم، وبالتالي بتعلي الالتهابات. فده ممنوع تماما يخش البيت. والبروسيست الاكل المصنع من الشارع، الكرواسون والحاجات دي عاده بتبقى فيها سمنه بطعم الزبده اللي مش عارفه ايه، او زيوت نباتيه، او فعشان كده دي ممنوعه. طيب ايه انتيبيوتيك نقدر نعمله في البيت ونستخدمه لينا ولولادنا كل يوم الصبح امن وطعمه حلو؟ نجيب الجارليك، الثوم، ونكسر الثوم جامد، يعني نفرم الثوم ونشيله في زيت الزيتون اللي احنا قلنا عليه ده، ونخليه في برطمان، وكل يوم الصبح واحنا بنعمل ساندويتش الجبنه للولاد نحط عليه شويه، واحنا بنعمل فول نحط عليه شويه، 3 ايام نستخدمه، وبعد كده نحطه في الاكل بتاعنا ونعمل جديد. طول الشتاء لازم نعتمد على الثوم مع زيت الزيتون، فهو انتيبيوتيك هايل هايل هايل. طيب لو جالنا التهاب في الودن نعمل ايه؟ وصفه برضو ناتشرال ميديسن، وصفه هايله. عدم يعني اتزان الاذن الوسطى، اي التهابات في الودن بنعمل لها طريقه سحريه بتجيب نتيجه في يوم واحد. نجيب الثوم، فص الثوم حلو كده محترم تخين كويس، ونقطع راسه، نقطع اول طرف فيه من فوق، ونحطه في ودننا، ونحط ده بالليل قبل ما ننام، ونحط بلاستر عليه ونسيب ننام بيه من بالليل للصبح. الصبح هنشيل البلاستر عشان ما يقعش، طبعا بقول بلاستر، وهنشيل فص الثوم ونحط نقطتين زيت زيتون، ويعني هحط في الودن دي فاروح قلبه كده شويه عشان ما ينزلش، بس ما ينزلش بره، ينزل لجوه، وهتشوفوا الودان هتعمل ايه. سحر بجد، سحر، وهتدعولي. دي اول حاجه ممكن نعملها لالتهاب الاذن الوسطى. عندنا حاجه تانية برضو ساعات بقى مشاكل الاورال سكشن، يعني مشاكل الزور والمناخير والودان. انا عاده بعمل ايه؟ المنطقه دي بيشتغل عليها كويس جدا 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 اوميجا 3. ما بديش ادويه ولا ليا ولا لاولادي ولا اي حد اعرفه. اول ما الاقي اي مشكله في الاورال سكشن فاحسن حاجه عليها ان احنا ناخد اوميجا 3، سواء هناخده من الطرق الطبيعيه اللي احنا قلناها زيت زيتون وكده، او هناخده حبوب سبلمنت اوميجا 3. النسبه الامنه لكل بني ادم 1000 وحدة في اليوم. يعني لو هنجيب بيل مثلا 400 ومش عارفة ايه، يبقى هناخد في حدود 2 ل 3 بيل في اليوم. لو هناخد اللي موجود في السوق اوميجا 3 900 حاجة و60، يبقى هي واحدة في اليوم. اوميجا 3 عشان ناخد منه انه يتهضم كويس ويحصل تمثيل ليه كويس، ما بيتهضمش غير في اويل سوليبل، في فات سوليبل، يعني لازم ناخده واحنا بناكل الاكل في وسط الميل بتاعنا، ما ناخدوش لوحده. ده بالنسبه لاوميجا 3. في حاجه تانية كمان هايله احنا قلنا عليها كتير قوي، بتسحب المخاط من المنطقه دي قبل ما بينزل على الرئه او على الزور. وانتوا عارفين انه الميوكس هو المخاط، هو اللي بيتواجد فيه البكتيريا. الاويل بولينج ان انا اتغرغر اتمضمض بشويه زيت، مش هنحبكها، اي زيت بقى، عندك زيت زيتون، زيت مش عارفه، اي حاجه، المهم ان انا اتغرغر بيها، اتمضمض بيها، واسحب الميوكس من المنطقه دي كلها واطردها بره. بنقول يعني احسن كوكونات عشان طعمه حلو، فبنقدر نحطه نتغرغر بيه مده زياده، يعني هنتدرج من نص دقيقه نكمل دقيقه دقيقتين، ولكن هتشوفوا المنطقه دي بتبقى فل قد ايه.
وريحه البق بتبقى فله ازاي، ما بنحسش باي مخاط، فبالتالي ما بينزلش المخاط على يعني على المنطقه دي ولا على الرئه، بسحبه من الاول اول ما بيجي لي المخاط في الاورال سكشن. هنجرب شويه الطرق البسيطه دي، الناتشرال ميديسن والطرق السهله، وابعتوا لنا قولوا لنا ايه رايكم. واما تعملوا الغرغره هتلاقوا كمان ريحه البق والسنان والمنطقه دي فله فله فله. متشكره جدا على متابعتكم، وابعتوا لنا قولوا لنا ايه رايكم وعملتوا الوصفات دي ولا لا. اشوفكم بقى في لايف تاني ان شاء الله. متشكره. ثانك يو.